السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهاد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. الأول كده بحب أشكر بس الناس اللي اشتركت جديد في قناتي، والناس اللي متابعين لقناتي. بحبكم والله كتير حتى لو كان تفاعلكم قليل معانا. النهاردة بقى بإذن رب العالمين زي ما انتوا شايفين داخلين على الشغل التقيل، داخلين طبعا على العيد الكبير. كل سنة وانتم طيبين. وحبيت النهاردة للناس اللي ما بتعرفش تنظف الممبار او بتخاف تجيبه علشان بتخاف من تنظيفه، او ان هي بتقعد وقت طويل بتنظف فيه او ما بيطلعش معاها بالنتيجة اللي هي عايزاها. النهاردة جايبه لكم طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. قد تكون في بعض القنوات عملتها، بس انا بصراحة يعني ايه، كان بالنسبة لي انا من الناس كنت بخاف ان انا اجيبه. يعني مش بخاف ان انا بجيبه، يعني بجيبه قليل علشان تنظيفه بقى وبيبهدل لي الدنيا، وبهدله بقى في المطبخ والحوض، واقعد اكحت واعمل مش عارف ايه، وفي الاخر ما بيطلعش بنفس النتيجة. طيب يا نهاد، هنعمل ايه النهاردة وهتنضفيه ازاي؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين انا بفضي الممبار بتاعي. انا هنا جايبة نوعين اتنين من الممبار. يعني ايه نوعين اتنين من الممبار؟ انا جايبة ممبار بقري وممبار جاموسي. اللي لقيته بقى، يعني حبيت اجرب ده وحبيت اجرب ده، وكمان اعرفكم كمان بيتنضف ازاي، ومفيش صعوبة خالص في تنظيفه. بتجيبيه الاول كده وبتحطيه في طبق في الحوض، وبتبداي تشيلي الجلد منه زي ما انت شايفه كده، اللي هي الجلده الخارجيه ديت. دي ضروري جدا جدا تتشال، لان بيبقى فيها طبعا بعض الرواسب اللي هي بتبقى في الممبار. طبعا يا جماعه، اللي هيقول لي يا واللي مش عارف ايه، يعني انا مش اول واحده تجيب تنظيف الممبار. وبعدين يا جماعه كلنا بنحبه، ملناش دعوة بالماضي بتاع الممبار قبل كده كان بيعمل ايه، احنا ملناش دعوة بيه. المهم هو بيبقى عامل ازاي بعد ما بنعمل فيه العمايل الجميلة اللي احنا هنشوفها دلوقتي ديت. تمام كده. صلوا بينا على النبي تاني عليه الصلاة والسلام. شايفين بقى الاختراع الجميل ده؟ وبالنسبة لي اختراع، بالنسبة لي اختراع. وزي ما قلت لكم يمكن في بعض القنوات وفي ناس كتير عملوا قبل كده في نفس الكبة بالشكل ده، بس انا والله العظيم بجد بجد اختراع. وان شاء الله مش هبطل اجيبه. يعني سهل جدا وتوفير للوقت وتوفير للجهد، وطلع بنتيجة مبهرة جدا جدا. يعني والله العظيم انا لو بات اعمل فيه بالسكينة واكحت فيه ما هيطلع بالنتيجة اللي انا هوريها لكم دي. زي ما انتوا شفتوا كده بنشيل الجلد الاول، وبعد كده بنقلب الممبار بطريقة سهلة وبسيطة، بظهر معلقة، بظهر شوكة، بخلة اللي هي بتاع الشيش طاووق، بأي حاجة تعرفي تقلبي بيها الممبار بطريقة سهلة وبسيطة، ما بياخدش ايه اي وقت ومش صعب يعني. تمام كده. وعندي بقى الكبة اللي هو السلاح اللي هو البلاستيك ده. بجد والله كاوتشة، يعني عارفين بجد والله اختراع. انا كنت خايفة جدا وانا بعمله، قلت هيطلع متقطع ومتبهدل بقى وحالته حالة، انما والله العظيم كان مفاجأة بالنسبة لي. بتحطي شوية ملح وبتحطي ليمون بس، مفيش خل. اوعوا تحطوا خل في تنظيف الممبار، اوعوا، هيزفر معاكم الممبار ويخلي ريحته فظيعة بجد. يعني خلي بالكم من الحتة ديت. ليمون في الاول كده وملح. انا كنت عملته مرة الاول كده، خدته زي شوط كده في الاول، وبعد كده شطفته وجبته تاني. ايه قلت ايه يعني زيادة تأكيد. هو كان نضف معايا من اول مرة، بس انا حبيت ان انا ايه يعني اتك عليه شوية في النظافة. زودت هنا المرة دي بقى مع الملح والليمون شوية دقيق. ليه الدقيق؟ عارفين اللي هو بقى الزفلطة اللي هي بتاعت الممبار بتبقى فيه ديت بقى، مهما تغسلي فيه الدقيق ده بقى بيشيل، بيكون دوره ان هو بيشيل الزفلطة بتاع الممبار اللي هي بتبقى في الايه في الممبرايه نفسها كده. وبتنضف تنظيف عميق بجد، يعني فوق يعني الفظيع يعني. شايفين بقى الممبرايه بقى خارجة يعني سالكة ازاي، جميلة جدا جدا. ديت مش حاجة يعني مش من رواسب اللي في الممبار ده من الدقيق والملح اللي فيه، هو كان نضف معايا. فخلصته بقى زي ما انتوا شايفين كده، وشطفته بقى ايه زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة كده. ودايما لازم ندخلها
المية من جوه كده. شايفين بقى الجمال، نظافة وما تقطعش مني بجد والله. يعني ما تخافوش ان انتوا تجيبوا الممبار. طبعا احنا داخلين على موسم الذبيح، ومعظم الناس بتذبح ويبقى عندها الممبار ده، طبعا بتخاف ان هي تنضفه، وبتخرج بره توديه بالشيء الفلاني وما تعرفش بيتنضف ازاي. يعني بيحطوا له بطاس وبيحطوا له حاجات مواد كاويه كده، طبعا مش كويسه خالص للصحه. انا من ساعه ما عرفت بجد الطريقه ديت وانا ما ترددتش لحظه وقلت اجرب. بجد كانت تجربه جميله قوي قوي بجد بالنسبه لي، وان شاء الله مش هبطل اجيبه. تمام كده. احنا بنحب الممبار وبنحب وولادي بيحبوه، وبس مشكلته بقى ان هو بقعد بالساعات. بصوا يعني انا بدعك فيها ازاي. عايزه اقول لكم يعني زي يعني ايه اقول لكم ايه. لا مزيقه حلوه حلوه قوي قوي. انا بقيت مبسوطه قوي، مبسوطه من النظافه، ومبسوطه من النتيجه اللي انا عمري ما وصلت لها في مرحله من المراحل اللي انا جبت فيها ممبار ونضفته فيها. تمام كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة. مجهود، يعني توفر مجهود وتوفر وقت وتوفر صحتك بشكل يعني جميل جدا جدا. ما يعني مش مستاهلة ان انت تحضريه قبلها بيوم مثلا ولا بيومين، وعلشان يعني ايه يوم ما هتحشيه. لا، انت ممكن تجيبيه من السوق وتيجي على طول تنضفيه بطريقتي ديت اللي انا وريتها لكم ديت على طول. مش محتاج اي حاجة. شطفته بقى كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيه شوية ليمون وسبته يتصفى. انا كنت جايبة هنا برضو الكوارع ديت، رجل الكوارع برضو. شايفين بقى بيبقى فيها السمار اللي هي مكان الريش او مكان الجلد بتاع العجل ده او بتاع الجاموس. بمسكه بقى بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده وبكحت. عارفين انا عايزه اقول لكم الكوارع ديت اللي ما كانتش اصلا بالنسبه لي بتاخد وقت، خدت وقت بالنسبة لي في تنظيف اكتر من الممبار. تمام كده. احبائي لو وصلتوا معايا لحد للفيديو لحد هنا، اتمنى تحطوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بالسكينة بقى كده بتكحتي بقى ايه بعزم ما فيكي يعني. حط كل مهارتك بقى في التكحيت ده. هي بتبقى رخمة شوية بس على مين يعني، احنا قدها وقدود يعني، ما بيوقفش قدامنا حاجة. بالظبط كده. انا كحتها خالص، لو فيها شعر لو فيها اي حاجة مسمار بقى اي حاجة علقة بقى كده بتنضف بالشكل ده. انا بوريها لكم كده وقلت انضف بقى وارجع لكم بقى عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. عملتها حته حته، والحتت اللي هي ما فيهاش سمار بيبقى فيها شعر طبعا برضو بتفضلي تكحتيها. الناس اللي بتشيطها على البوتاجاز طبعا ما بيبقاش حاجه حلوه، بتظهر ريحه الزفاره وبتطلع الدهون اللي في الحاجه يعني اللي في الرجل. غسلتها بقى كده وحطيت هنا بقى ايه شويه سكر، شويه ملح وعصرة ليمونة كده، وسبتها ساعة علشان بقى يعني عارفين بقى بتطلع شمعة فلة منورة كده. الموضوع بسيط وما تخافيش خالص وما تتردديش ان انت تجيبي الحاجات ديت وتنضفيها بالطريقة ديت. طيب الناس اللي هي ما عندهاش بقى الحاجات ديت هتعمل ايه؟ ما عندكيش بقى غير انك انت تجيبي حاجة زي كده، كبة زي كده وبيبقى فيها السلاح اللي هو البلاستيك ده، او بقى لك الله بقى سبحانه وتعالى بقى ربنا يقويكي، ما قدامكيش غير ان انت تكحتي. طبعا في طرق تانية كتير للممبار بتتنضف. في ناس بينضفوها بقمع، وفي ناس بيحطوها في المصفى كده وبيشدوها. بس صدقوني انا جربت كل الحاجات ديت ودي كانت اسهل طريقة ومن اجمل الطرق ومن اسهل الطرق واسرعهم في تنظيف الممبار بالنسبة لي على الاطلاق. بجد 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 حاجة جميلة. زي ما انتوا شايفين كده بغسلها بقى بعد ما اتنقعت ساعة الكوارع بتاعتي. بشطفها بقى كويس جدا جدا. دي الشطفة النهائية بقى، حتة حتة كده وزي الفل. عايزة اقول لكم بقى ولا في دم ولا في زفارة ولا في زفلطة ولا فيها شعر. المية والليمون والسكر والملح بيخلوها زي الفل زي ما انتوا شايفين. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا يا رب وتجيبوا، وان شاء الله نعمل معاكم طبعا حلقات تانية، فيديوهات تانية عن بقية اكلات
المذبح او اكلات الذبيحة او الاكلات بتاعة العيد، الكبدة والفشة ولحمة الراس واللسان، ان شاء رب العالمين في فيديوهات تانية بإذن الله. بحبكم في الله واتمنى تدعموني. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو سهل عليكم.